ماشيه منتقبه ولابسه كعبه قد كده اهو، ولابسه خلخال ومش لابسه شراب. دي مصيبه سودة. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا بنات، عاملين ايه؟ بتوحشوني كتير وانا عارفه ان انا على طول باخر معاكم في القناه هنا. تعالوا نتكلم في حاجه اتسالت فيها الفتره اللي فاتت كتير جدا، وهي هل البس اللي يريحني في النقاب ولا البس اللي البنات كلها بتلبسه علشان تبقى لابسه زي شرعي ومحترم، يعني ملحفه والجوانتي والشراب، ولا البس درسات عادي ونقابات وحاجات راح ملونه وحاجات من دي. خلوني اقول لكم على حاجه، في جزء انا هقول لكم عليه اجاوب، وفي جزء انا ما اقدرش اجاوب فيه لان هو قطعا ربنا اللي قال عليه مش انا. بمعنى تلبسي الوان او ما تلبسيش الوان على حسب اللون اللي هتلبسيه. طيب لو في حاجه كمان، البس النقاب بالتدريج ولا يعني بالتدريج اللي هو واحده واحده زي ما انا قلت لكم في اول الفيديو، يعني ما بلبسش دلوقتي جوانتي البس جوانتي بعدين، ما بلبسش دلوقتي شرب. لا، في حاجات لازم تتعودي عليها علشان دي اللي مش هينفع ان انت تخلي فيها. يعني ايه لا ابقى ماشيه منتقبه ولابسه كعبه قد كده اهو ولابسه خلخال ومش لابسه شراب؟ دي مصيبه سودة. انا بشوف ده وبحس ان دي حاجه مش طبيعيه، دي حفله تنكريه اكيد، دي مش حاجه طبيعيه. حلال وحلال وحرام وحرام، انا مش هفتي فيها. لكن في نقطه عايزه اقولك عليها ولازم تاخدي بالك منها. لو انت ارتحتي في لبس هتكملي فيه، ما ارتحتيش في لبس هتفضلي تجاهدي نفسك فيه وممكن ما تكمليش. فيها ايه لما ندمج حاجتين مع بعض؟ يعني نرتاح وفي نفس الوقت يكون الزي شرعي. ايه يعني لما نلبس دريس بس من غير حزام، بس ما يكونش الوانه فاقعه، بس ما يكونش مليون الف لون، بس ما يكونش شفاف، بس ما يكونش ضيق، بس ما يكونش قصير؟ كل الحاجات دي لازم ناخد بالنا منها. لكن علشان بنت عمتي لابسه النقاب ملحفه ونقاب ببيشه وطويل وشرابين فوق بعض وثلاث جوانتيات وبتمشي جر في الارض، وانا لازم اوصل للمستوى الايماني اللي هي فيه ده، ولو انا ما عملتش كده يبقى انا نقابي مش نافع ولازم العب. انت غلط. انت بتلبسي النقاب اولا تدريجيا بس صح، احنا بنلبسه صح علشان ما نفتنش. احنا طبيعي انا لو لبست حاجه، لبست نقاب مثلا في بربرق حاجات وقصير وهيبقى شكله حلو، الله ده انا جميله، هفتن. هبقى تدريجيا بنزل. انا اول ما لبست النقاب كنت بلبس بيشه طويله وحاجات وانا ما ببانش، وبلبس بقى ما كنتش فيها حاجه بتبان. جت عليا وقت كنت بقلع الجوانتي، ولغايه دلوقتي ساعات بقلع، ربنا يعفو عني يعني. وكنت ونقابي قصير اهو، ما بيعجبش ناس كتير، بس كل واحد سبحان الله بيفتن في وقت وربنا بيرد في وقت. ربنا يردني ليه ردا جميلا يا رب. فانت علشان تلبسي النقاب حاولي تختاري الحاجه اللي هتريحك. والله بتلبسي الملحفه الواسعه ومريحاكي مفيش مشكله، بتلبسي اسدال وكويس ومريحك مفيش مشكله، بتلبسي دريس وفضفاض وواسع مفيش مشكله، ادناء وجيبه مفيش مشكله. اقصد ما تاخديش حد نموذج ولو ما عملتيش زيه يبقى انت مالكيش لازمه النقاب ده وما بتعمليش حاجه. ده كده غلط، ده شيطان بيدخل في دماغك. مش حاجه اسمها انا بلبس من غير شراب، امشي في الشارع من غير شراب. طب لو انت ما قدرتيش تلبسي جوانتي، ليكي عذرك، مش بتقدري تمسكي الموبايل، بتشتغلي بتعملي، هنديكي عذرك وهنقولك كم بداري. لكن الشراب يستحيل تقدري تمشي من غيره الشراب، لان القدم بتفتن. هل انت لو انت ماشيه واحده رجليها بانت او العبايه اترفعت مش هتبصي؟ انت يا بنت مش هتبصي؟ اكيد هتبصي، خاصه لو كان الموضوع ملفت. فلا، لازم تلبسي الشراب ما فيهوش فصال. طيب يا رنا تدريجيا بقى البس طرحه اللي هي الصغيره خالص دي؟ انت اصلا كده كده في اول النقاب مش هتبقي عارفه تلبسي كويس، يعني مش هتعرفي تبقي ماشيه ستره نفسك كويس. فلما تلبسي طرحه صغيره، الطرحه دي هتترفع لورا تبقى عند رقبتك كده وكأنك مش لابسه حاجه. فليه؟ احنا في ثوابت عندنا، المقاس بتاع الطرحه والشراب والفضفاض، الثلاث حاجات دول ما ينفعش ان انت تتهاوني فيهم. لازم تكوني عارفه انك لابساهم ازاي ومش هتتهاوني ومش هتقلعيهم ومش هتأثري فيهم، علشان تبقي عندك القدره ان انت تبقي او على الاقل حاسه ان انت ماشيه صح. اما تلبسي الجوانتي تقلعيه ان شاء الله ربنا يثبتك وتلبسيه، تلبسي البيشه تشيليها برضه ربنا يثبتك ويعمل لك الصالح، وتختاري الحاجه اللي تناسبك وتقدري تمشي فيها وترضي الله. تلبسي ملحفه، تلبسي اسدال، تلبسي ادناء، تلبسي دريس واسع، كل ده تمام ومعانا. تلبسي فاتح، تلبسي غامق، مادام ما بيلفتش النظر، اختاري اللي يريحك عشان تقدري تكملي فيه. ربنا يثبتنا ويثبتك يا رب.